تاني يوم كان الجمعة، نزلت صليت ورجعت قريت القرآن كتير. قضيت اليوم كله في قراية القرآن، ودعيت لربنا يقدرني ويعيني على رد الفلوس للناس ولا يفضحنيش. في اللحظات الصعبة والمصيرية في حياة البني آدم بتظهر قيمة الإيمان. الإيمان بيخلي الواحد متأكد إن النتائج بإيد الله وحده. على البني آدم إن هو يبذل أقصى جهده في شغله من ناحية التحضير والإتقان، ويسيب الباقي على ربنا. ده الشرط الأول للنجاح. أنت عليكي تسعي والباقي على ربنا. طب عملت إيه؟ نمت كويس قوي ليلتها، وتاني يوم عدى عليا صبحي ورحنا على الموقع. يعني هيعملوا فينا ايه يا دكتور؟ كل حاجه بامر الله. ان شاء الله ربنا هيسترها معانا، ما تقلقش. عموما انا وصيت ناس قرايبي هيجيبوا لنا عيش وحلاوه لما ندخل السجن. الله، ايه اللمه دي؟ يا خبر ابيض، لا يكون البوليس جه. يلا نرجع. ما تبقاش جبان، تعال نشوف في ايه. وهدان، ايه اللمه دي يا وهدان؟ دول طلبة عاوزين يقدموا في المعهد. اللي قول لي يا أخوي الله يخليك. نعم. أنتوا هتعينوا الولاد بعد ما يتخرجوا؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. شفت مش قلت لك خلي توكلك على الله دايما. نعم بالله. خلال أسبوعين من يوم السبت المشهود ده كان متقدم لنا حوالي 1200 طالب وطالبة، وكان لازم نسابق الزمن عشان نبقى جاهزين مع بداية العام الدراسي، وبقينا بنشتغل ليل نهار. عدد الطلبة اللي اتقبلوا وصل لحوالي 1054 طالب وطالبة. 800 منهم ثانوية عامة والباقي تجارة متوسطة. انت بتقول اللي اتقبلوا، يعني في ناس ما اتقبلوش. ايوه، في حوالي 100 طالب وطالبة. في الورق اللي قدامنا حضرتك بتقول ان المكان يحتمل 1200 طالب. ال100 دول اترفضوا ليه يا دكتور؟ احنا عملنا تجربة، لقينا ان الطلبة عشان تستوعب الدروس كويس كثافة الفصل مش لازم تتعدى 20 طالب. يا دكتور احمد، انت عامل مشروع استثماري، بقى حط في الفصل 40. ايوه 40، مين اللي هيحاسبك؟ معقول؟ لو سمحتم لو سمحتم في نقطة مهمة جدا لازم ألفت نظركم ليها. احنا عاملين المشروع ده علشان ينجح ويستمر، عشان نكسب منه ولا نقفله بعد سنة أو سنتين. عشان كده الخدمة اللي بيأديها المعهد لازم تكون على درجة عالية جدا من الكفاءة. الطلبة تتخرج من عندنا فعلا متخصصين، وده بقى بيجرجرنا لنقطة تانية. قبل ما تجرنا النقطة تانية وتالتة، أنا رأيي نحسم النقطة الأولانية. أنا بشوف إننا نرفع كثافة الفصل ل 30 طالب. بلاش 40 زي ما بيقول الأستاذ صبري. إيه رأيكم؟ لا مش بعد إذنكم إذا سمحتوا لي طبعا. أنا مانيش مساهم زي حضراتكم، بس عندي خبرة في التعليم. عايز تقول ايه يا صبحي؟ أنا عايز أقول لحضراتكم إن الطالب اللي بيجي من ثانوي للمعهد لازم يحس إن في فرق بين المعهد وبين المدرسة اللي هو جاي منها، خصوصا دلوقتي إن كثافة الفصول في الثانوي
زادت جدا، بقى الفصل بيتعدى ال 40 وال 50 طالب. في الحالة دي هيبقى الطالب نفسه هو أهم وسيلة للدعاية بتاعتنا عن المعهد. مظبوط يا صبحي، وانا برفع ايدي للموافقه على ان الفصل ما يزيدش عن 20 طالب. اللي موافق يرفع ايده. موافقة. اكتب عندك موافقة. ده بقى هيوصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي هيئة التدريس. لازم يبقى عندنا مدرسين وأساتذة على أعلى درجة من الكفاءة. وده طبعا هيكون الفضل ليه لسيادة العميد والدكتور صبري وأساتذة الجامعة وكل المتخصصين. حط الاسماء اللي انت عايزها وانا هكلمهم لك. عايزهم يدرسوا ببلاش؟ لا، مفيش حاجة اسمها بلاش. كل واحد هيشتغل هياخد حقه وأكتر من السوق كمان. مفيش خلاف على كده يا دكتور احمد. لسه في حاجه تانية؟ في حاجة مهمة فضلا. احنا هيبقى لنا اجتماع أسبوعي لينا كلنا. اسبوعي؟ اسبوعي ليه؟ علشان نتابع سير العمل، على الأقل في أول كام شهر لغاية لما الأمور تستقر. بعد كده أنا والأستاذ صبحي هنقدم لكم تقرير يتعرض عليكم بسير العمل. مش كتير كل اسبوع يا دكتور احمد؟ في الفترة الأولانية بس. بعد كده هنتفق على واحد يدير المشروع ويتحمل مسؤوليته. لسه هنتفق يا دكتور احمد؟ ما احنا متفقين خلاص. انت صاحب فكره المشروع والمشرف على تنفيذه ونجاحه. عن اذنكم، انا اصل عندي ميعاد على العشاء. خدنا معاك يا دكتور. حلو قوي طعم النجاح، خصوصا لما بيجي بعد معاناة. بس الأحلى منه والأصعب بقى والأهم هو الاستمرار في النجاح ده. عشان كده كنت في السنة الأولانية من حياة المعهد شبه مقيم فيه، أروح منه على شغلي في الجامعة وأرجع عليه. وطبعا ماما شايله كل ده على كتفها. وأنا أنكرت يا بنت؟ أنا بعترف بكده، وعايزك تكتبي الكلام ده في الكتاب اللي أنت بتعمليه. السلام عليكم. أهلا. أنت فين يا راجل؟ بقالنا مدة ما شفناكش. هو انت سائل عليا يا دكتور؟ ده انا زي ما اكون مش تبعك خالص. يا مال الشمس عندكم عاليه قوي النضاره دي. يا راجل يا بكاش، انا سائل عليك امبارح واول امبارح، قالوا لي انك انت بتطلب الاكل في الاوضه. طب ما سالتش حضرتك ليه يا دكتور؟ انا طلبت الاكل في الاوضه. ما انا عارف، عايز تتفرج على الدش. دش؟ هو انا قاعد ليا نفسي للدش ولا الناس اللي جوه الدش؟ ليه يا عم صابر مالك؟ والله يا ست ريم 3 ايام قاعد في الاوضه مش سامع صوت غير صوت التكييف. لولا الاستاذ حاتم الله يستره هو اللي سال عليا. كتر خيره يا سيدي، بس انت ليه ما قلتلناش؟ هقول فين يا دكتور؟ ما بيقولوا ان حضرتك بتكتب كتاب. مين قال لك اني بكتب كتاب؟ انا ما اعرفش، هم قالوا كده. طب عم صابر كان عندك ايه؟ قالوا لي دوستاريا. طبعا من الرمرمه اللي انت قاعد ترمرمه في المطبخ. والله ابدا يا دكتور، ده انا مصدع على الاخر ومش قادر امشي زي ما انت شايف كده. امال ايه اللي هيجيب لك ديسنتريا يعني؟ الظاهر بقى وانا نايم جيت احط التكييف عليته على الاخر ونسيته ونمت. طب وما طلبتش ليه حد يوطيهولك؟ اطلب ازاي يا ست ريم؟ ده اخر الليل مفيش حد هيفوق لي او يصحى لي عشان يوطي لي التكييف. انت اكيد ما كنتش متغطي وانت نايم. ايوه ما كنتش فعلا، نسيت اتغطى لغايه ما تعبت يا دكتور. تعبت يومين رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه ما بقيت شبه الفوطه الصفراء بتاعت العربيه. لا سلامتك يا عم صابر. طب كنت قلت لي وانا جبت لك الدكتور. ربنا يخليك يا ست ريم. لا ما هو الاستاذ حاتم ربنا يكرمه. على فكره حاتم ده باين عليه ابن ناس ومتربي كويس، ما سابنيش الا لما جاب لي دكتور والحمد لله صلح التكييف. طب الحمد لله، يلا بينا نقوم ناكل، يلا بينا يا ريم. ايه ده يا دكتور؟ انت مش هتروح؟ ايه انت زهقت؟ عندك الدش يا اخي، ما انت بتقعد تتفرج عليه. دش يا دكتور، انا خايف على حضرتك. زمان الدنيا في مصر هناك تضرب تقلب. لا لا لا، الدنيا هناك كويسه جدا. لو انت عايز اوضب لك عربيه تنزلك وتجينا بعد يومين. لا ابدا، اصل انا كلمت الولايه النهارده في مصر. قالت لك ايه؟ قالت لي انت وحشتني قوي يا صابر. انا عارف ان انا ما وحشتهاش، هم نفسهم ياكلوا بط وانا اللي بعرف اشتريه. عمرو بيه على مكتبه. موجود جوه في مكتبك انا.
نور. اهلا. ازيك يا ابو العرب؟ عامل ايه؟ ازيك يا مؤمن؟ الحمد لله. اتفضل. الله يخليك. ايه اخبارك؟ الحمد لله. وحشني. وحشك تسأل. ده انت اختفيت فجأة كده، حتى اللوكيشن اختفيت منه تماما. ايه في ايه الحكاية؟ لقيت مكان تاني تروحه ولا ايه؟ ولا الجواز خدك مننا؟ لا جواز ايه يا راجل؟ دي مشاغل الدنيا ما انت عارف. ولا عارف ولا حاجة. هي من امتى المشاغل بتمنعنا عن بعض؟ ها خلفت؟ خلفته عند احمد. احمد؟ ما شاء الله، على اسم الوالد يعني. اللي قول لي صحيح بالمناسبة، ايه الاخبار اللي سمعناها دي؟ ايه اخبار ايه؟ الدكتور واختفائه والاشاعات اللي ماليه البلد حوالين الموضوع ده. ايه الحكايه؟ قول لي انت بقى، هو هرب صحيح بقروض من البنوك؟ هرب؟ ايش حل ما كنتش في الحكومه؟ امال ايه الحكايه؟ اشاعات، اهو زي ما قلت انت بالظبط، اشاعات. يعني حكايه هروب الدكتور دي مش صح؟ طب احكي لي انت بقى يا سيدي، ايه الحكايه بالظبط؟ ما هو انت استحاله تكون معدي عليا كده تسلم ولا حاجه، اكيد ليك طلب عندي. ها احكي لي بقى ايه الموضوع المهم اللي جابك النهارده لحد عندي؟ هو في موضوع مهم بس محدش يخدمني فيه غيرك. عينيا ليك يا ماهر. ما تحرمش منك يا باشا. خير يا سيدي. الحقيقه انا مش عارف ابدا منين. تشرب قهوه؟ شكر عمرو. في ايه يا ماهر؟ ما تحكي يا ابني، ده انت طول عمرك بربند. هي الحكايه معقده شويه. الملف اللي في ايدك ده له علاقه بالموضوع؟ لا 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 ولا حاجه. وانا بس كنت عايز منك خدمه صغيره كده. ايه يا ماهر في ايه؟ الله، في حاجه بخصوص الوالد؟ ما تتكلم يا ابني. عايز معلومات عن واحد كده بس بشكل ودي بيني وبينك يعني. حد اعرفه؟ ابراهيم زيدان. ممكن؟ ابراهيم زيدان؟ الو الباشمهندس ماهر. ايوه مين؟ مدام شاهين ده مين يعني؟ اهلا. انا ممكن اسال حضرتك جبت نمره الموبايل بتاعي منين؟ اللي يسال ما يتوهش يا باشمهندس. ممكن نتقابل؟ لو النهارده يبقى كويس. لا النهارده بالنسبه لي صعب جدا. عندي مواعيد مهمه. انا اسف، ما اقدرش اعتذر عنها. خبط قبل الخبط. ايه ده؟ الو الو. ايوه يا باشمهندس. الو انت معايا؟ ايوه بقول لحضرتك عندي مواعيد مهمه. منهم ميعاد مع ابراهيم زيدان. على جرايه يا هانم، هو حضرتك بتتجسسي عليا ولا ايه؟ امشي اطلع بره دلوقتي. حاضر يا عمو، حاضر. لا انا اسف، الكلام مش ليكي. ارجوك يا باشمهندس، قبل ما تروح ميعادك مع ابراهيم زيدان لازم تعدي عليا. بصفتك ايه؟ بصفتي صديقه
ويهمها امرك. اوكي؟ هستناك. من فضلك ممكن تكتب العنوان؟ ايوه عارفه. هكون عندي خلال ساعة ان شاء الله. اوكي، باي باي. غريب. ايوه يا باشا. انت من ساعة ما حطيت البتاعة دي على دماغك وانت ما بقتش تفهم حاجة. مش في حاجة اسمها خبط على الباب. يا مدوخني السبع دخات، ازاي اخبط على الباب يعني وفين البلاوي دي كلها؟ وريني معاك ايه. سعادتك دي بروفة الصفحة الأولى ودي بروفة الصفحة الرابعة. لا أحد فوق المساءلة القانونية مهما على مركزه. ايه رأي سعادتك؟ جميل. المانشيت ده توضيح للمانشيت الرئيسي. النيابة الإدارية تطارد رؤوس الفساد والتربح الوظيفي. فوقيه بقى تحقيق مع رئيس النيابة بصورة ليه. جميل. فوق كمان كشف أسماء 20 واحد من الكبار المسؤولين والنيابة الإدارية بتحقق معاهم. وهو فين الكشف ده؟ أهو سعادتك. كل الأسماء دي؟ دي الدفعة الأولى بس. وجبتوا منين الكشف ده غريب؟ من النيابة الإدارية بذاتها يا فندم. بس دول لسه تحت التحقيق. ما احنا سعادتك مش هنقول غير كده. مش حضرتك قلت كل حاجة بالمستندات؟ طبعا. اهو المستند اهو ممضي ومختوم من النيابة الإدارية. برافو يا غريب. راضي عني؟ وهرضى عنك أكتر وأكتر لو نفضت لي التراب اللي على دماغك وفتحت لي جمجمتك وركزت معايا. ملكك يا عم وكل تركيزي معاك. عايزين نسير موضوع غسيل الأموال. كازرة؟ طبعا. أمال نضيفها زكي؟ غسيل أموال المخدرات والسلاح. يا نهار أبيض. هنسير الموضوع خفيف خفيف كده من بعيد. ازاي يعني؟ نعمل منشط رئيسي يقول ايه؟ غسيل أموال المخدرات والسلاح يجتاح العالم. فأين هو في مصر؟ برافو يا زكي. غريب يا عم الكل مش ذكي. وتعمل لي تحقيق صحفي مع الشخصية دي. ده طب ده نعمل معاه تحقيق بصفة ايه؟ بصفته مسؤول وخبير اقتصادي كبير انت بتلجأ له عشان يوضح لك الموقف. أنا؟ لو انت ما تقدرش شوف لي اي صحفي من اللي عندنا بس يكون له اسم. لا أنا لا ما هو أنا نكمل يا باشمهندس. هتاخد رأيه في حكاية ظاهرة غسيل الأموال دي، هل هي موجودة ولا لا؟ ولو موجودة ايه طرق مقاومتها؟ يا باشمهندس في قانون دلوقتي بيناقشوه في مجلس الشعب بخصوص الموضوع ده. ما انا عارف. التحقيق ده هيساهم مع مناقشات المجلس في عمل ضجة. طب ممكن يعني حضرتك توريني الملف ده؟ لا لسه شوية. خلينا نبدأ الحملة بتاعتنا بشويش بس بثقة. هتقدر ولا مش هتقدر؟ مساء الخير. اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا. الميعاد اتاخر شويه لكن معلش ملحوقه. اتفضل. اتفضل. لغاية دلوقتي مش قادر أصدق. لا صدق. اتفضل. الدنيا مليانه حاجات غريبه وعلاقتي بوالدك من الحاجات دي. اتفضل استريح. تحب تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، أنا طول النهار بشرب. تحت أمرك.
الأمر لله وحده. كان نفسي أول مقابلة بينا تبقى تعارف نتبادل فيها الكلمات الرقيقة والمجاملات، لكن معلش الظروف حكمت. حضرتك بتقلقيني كده، ايه الموضوع؟ بلاش تمضي العقد اللي هتمضيه مع إبراهيم زيدان. اولا انا لازم اعرف ايه اللي عرفك بحكايه العقد اللي انا همضيه مع الراجل ده. ايه علاقتك بيه اصلا؟ الموضوع ده يطول شرحه، المهم تبعد عن الناس دي خالص. لازم اعرف ليه. لأنهم تجار سلاح ومخدرات وكل البلاوي اللي ممكن تتخيلها. بس انا ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. بيتهيألك، هم هيقولوا لك في الأول إنه مالكش دعوة وإنك متغطي وكل شيء قانوني، لكن بعد شوية وأول ما تدخل معاهم في الشغل مش هتقدر ترجع تاني، وهيورطوك أكتر وأكتر. اوعى تفتكر إنه الناس دي مش مرصودة ومش معروفة من الحكومة، تبقى غلطان. الناس دي كلها معروفة ومحطوطة تحت المنظار، وفي الوقت المناسب هيتلموا كلهم، هم واللي شغالين معاهم. وايه اللي مخليكي واثقه قوي كده؟ انت شغاله مع البوليس ولا معاهم؟ ماهر، اسمح لي أقول لك ماهر، بس أرجوك تسمع كلام واحدة خايفة عليك وعلى والدك. ارجع عن الموضوع ده. هم حاولوا مع والدك قبل كده، ولما ما لقوش فايدة منه اتدوروا عليك انت. انا ايه اللي يخليني اصدق كلامك ده؟ الواضح انك ذكي وبتفهم. ما سألتش نفسك هم هيدوك الفلوس دي كلها ليه؟ اتاجر بيها. ده اللي من بره، لكن اللي من جوه انك شريكهم في كل اللي بيعملوه. هتتعامل على انك شريكهم سواء من ناحيتهم او من وجهة نظر الحكومة. العقد اللي بينكم بيقول كده. شكلك مش مصدقني. اتجوزت ابويا ليه؟ عشان بحبه. ما يقنعنيش انا الكلام الفارغ ده، وخصوصا انت عارفه كل المعلومات دي. لو عايزاني اصدقك وما امضيش مع ابراهيم زيدان، قولي الحقيقه. لو عرفوا اني منعتك تمضي معاه يمكن يقتلوني. صدقني. اتجوزت ابويا ليه؟ عشان اوقعه ليهم. توقعي مين؟ باباك. اتعرفت عليهم مع اخويا ياسر الله يرحمه، تجار بيشتغلوا في الاستيراد والتصدير. وانا واخويا كنا فاتحين مكتب صغير نستورد ونصدر فيه حاجات بسيطة على قدنا. كنا صغيرين في السوق وعلى قد حالنا، كانت خبرتنا يعني لسه. زي ما انت عارف السوق ما بيرحمش، الكبير بياكل الصغير. تورطنا في عملية كبيرة وقفت، وابتدت الجمارك تطالبنا بالسداد. كنا واخدين قرض من البنك، ظهروا لنا في الوقت ده، ضمنونا عند البنك وسددوا عنا الجمارك. للأسف ما كناش متودكين قوي في السوق، ما فهمناش الطعم اللي حدفوه لنا وكلناه واحنا فرحانين. وبعدها دخلونا في عملية ورا عملية، وفجأة لقينا نفسنا شابكين معاهم بشكل غريب. مصيرنا مرتبط بيهم، بندور ونلف في فلكهم، دوامة ملهاش لا أول ولا آخر. بنوك وقروض، شيكات وكمبيالات. الله يرحمك يا ياسر. ياما قلت له الناس دي أنا مش مستريحة لها. كان يضحك ويقول لي حرام عليكي، إن بعض الظن إثم، دول ناس صح بتوع معاملات. واخوك ياسر ده مات ازاي؟ دي حكاية طويلة يا باشمهندس، مش وقتها دلوقتي، أبقى أحكيها لك بعدين. المهم بعد ما ياسر توفاه الله اكتشفت إني تحت رحمتهم، سواء في القروض بتاعة البنوك أو في حساباتنا وأرباحنا اللي كلها تحت إيديهم وتصرفهم. فلوسنا ورأس مالنا واسمنا، ده حتى عفش مكتبنا، كل حاجة باسمهم. فلوسنا كلها اتحولت لجيوبهم وحساباتهم. حاولت عشان خاطر ولاد ياسر اللي ما كانوش لاقيين حتى مصاريفهم العادية، الغلابة اللي اتيتموا بدري. منهم لله، منهم لله. لو مش قادرة تحكي دلوقتي ممكن نأجل الحكاية دي لبعدين.
بتروحش عن بالي ابدا، لكن لما بحكيها بحس انها لسه حاصله دلوقتي. بعد كده استمرت علاقتي بيهم وانا بحاول ارجع فلوسي وفلوس ياسر. استخدموني في عمليات ضد مصالح ناس تانية، وافقت. دخلوني شريكة بالاسم في شركة وهمية، وافقت. عملوني ستارة في أكتر من صفقة، برضو وافقت. كانوا ساعتها بيدوني فلوسي بالقطارة، لغاية ما في يوم طلبوا مني أتعرف على باباك، ووعدوني إنهم يدوني فلوسي كلها لو وقعتي لي يوم. أيوة. وبعدين؟ عملوا معايا اتفاق أأثر عليه وخليه يشتغل معاهم. وحصل؟ اللي حصل كان فوق تصوري وتصورها. ايه؟ عرفوا برنامج يومه بالظبط وهو بيروح فين، ورموني في سكته. هتلاقيه عند المديرة، هو بيقعد عندها حوالي نص ساعة كده وبعديها بيخرج. ايوه يا ست، رايحه فين؟ أنا عايزة المديرة، في ميعاد بيني وبينها. اتفضلي يا فندم. شكرا. ادخل يا عطية. صباح الخير. نعم. حضرتك مدير مدارس العربي؟ في الحقيقة لا، إلا نسا منصورة هي المديرة. نعم. بعد إذن حضرتك ممكن أقعد؟ اتفضلي هناك. ميرسي لحضرتك. اتفضلي. أفندم، عاوزة إيه من مديرة المدارس؟ في الحقيقة أنا من أشد المعجبين بمدارس العربي للغات، وبما إني ما لحقتهمش وأنا تلميذة أتمنى أشتغل فيها مدرسة. أنت تربوية؟ مش فاهمة. هو مؤهل حضرتك إيه؟ آداب فرنسي، بس لما اتخرجت ما اشتغلتش. بابا الله يرحمه ما خلانيش أشتغل. احنا اسفين، ما بنشغلش هنا غير اللي عندهم خبرة وكمان مؤهل تربوي. شوف الآن بتشرب إيه؟ حاضر يا دكتور أحمد. حضرتك الدكتور أحمد العربي؟ أيوه. أهلا وسهلا يا فندم. أنا حصل لي الشرف الكبير جدا. أنا معقولة قاعدة
زي بتاعت الدكتور احمد بالظبط. دكتور احمد بيشربها ساده. زيي بالظبط، او انا اللي زيه طبعا. يلا يا عطيه، جيب قهوه الهنا. من فضلك يا عثمان، جيب لنا ابلكيشن. بس دي مش تربويه يا دكتور. ايوه بس احنا عندنا نقص في مدرسين فرنساوي. انا اللي اقول عندنا نقص ولا لا، مش حضرتك يا دكتور. عندك حق، انا اسف. ومع ذلك انا ممكن عشان خاطرك استثني التصرف ده واجيب لها ابلكيشن بنفسي تملاها هي بمعرفتها وبعدين نبقى ندرسه ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور على الازعاج اللي سببته لك. مفيش ازعاج ولا حاجه. استاذه منصوره تبقى اختي الصغيره، هي دقيقه شويه لكن قلبها ابيض. واضح ان حضرتك كمان قلبك ابيض. اشكرك. وحياتك يا دكتور احمد ربنا يخليك زكيني عند مدام منصوره. انسه منصوره. ايه ده؟ بجد انسه؟ بجد. وانا كمان. وحضرتك من قوسين؟ ايوه. وحياتك يا دكتور احمد زكيني عند الانسه منصوره. انا فعلا محتاجه الشغل، مش عشان الفلوس، عشان ما اقعدش في البيت. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ انا اسفه يا انسه منصوره، اصلي كنت بقول للدكتور احمد على حاجه. ابلكيشن اهو، اتفضلي امليه في السكرتاريه وسيبيه هناك. ميرسي يا مس. باي يا دكتور احمد. مع السلامه. مع السلامه. جرى ايه يا دكتور؟ احنا مش هنشوف شغلنا بقى ولا ايه؟ ايوه. عن اذنكم. هو احنا كنا بنتكلم في ايه؟ اتفضل. هنبقى نتصل. ميرسي. دكتور احمد. مليتي الاستمارة؟ كتبتي كل البيانات وسبتي عنوان ممكن نتصل بيه؟ كلها وفوقيها صوره. انت اسمك ايه؟ شاهين. اسم حلو قوي. ميرسي قوي يا دكتور. باي باي. برافو، حلو قوي اللي حصل ده. اكيد هيكلمك في التليفون. شكله راجل طيب قوي وخام، وده يخلي وقوعه في غرامك سهل. وبعد ما يقع سيب الباقي علينا. انا مش عاوزه مشاكل يا ابراهيم، الله يخليك. انا عايزه فلوسي. اول ما ندخل احنا في الصوره هتخرجي انت وفلوسك كلها هتاخديها. اسيبك انا عشان ممكن يكون بيطلبك دلوقتي في التليفون. باي. الو. ايوه مدام شاهندة، انا احمد العربي. مين احمد العربي؟ الدكتور. اهلا وسهلا. ايه قبلتوني في الشغل؟ في الحقيقه حضرتك قبلتي بامتياز، عشان كده كنت عايز اعمل لك انترفيو. ممكن؟ الحقيقه ما قدرتش امنع نفسي ان انا اكلمك. ممكن نتعشى سوا؟ مدام شاهندة انت سامعاني؟ ايوه يا دكتور سامعاك. ارجوكي ما تحرمينيش ان انا اشوفك. اوكي. امتى وفين؟ تسمحي لي اعدي اخدك من البيت؟ انا معايا العنوان. الساعة 10 كويس؟ عظيم. مع السلامة. مع السلامة.
مساء الخير. مساء الخير. تحب تشربي ايه؟ فريش اورنج جوس. 2 بقى. انا عايز اقول لك حاجه اتفضل. بس ارجوكي تصدقيني. اتفضل. انا بقالي سنين طويله قوي ما حسيتش الاحساس اللي انا حاسه دلوقتي. اللي هو حاسس ان انا تلميذ صغير قلبه بيرفرف وهو محبوس جوه قفص. دكتور احمد، انا مش حملك. صدقيني يا شاهي، انا بقالي 30 سنه مش عايش. لما فكرت ان انا اكلمك في التليفون حسيت ان انا زي تلميذ بليد خايف يدخل الامتحان لحسن يسقط. صدقيني. دكتور احمد، انت لسه تعرفني النهارده بس انا حاسس ان انا عارفك من سنين طويله. شاهد، ممكن تقبلي مني الهديه الصغيره دي؟ هديه؟ الله، حلو قوي يا دكتور، ذوقك جميل جدا. عجباكي بجد؟ حلوة قوي، بس للأسف أنا مش هقدر أقبلها. ليه؟ لأني مش هقدر أجيب لك مكانها، دي غالية قوي عليا. معلش يا دكتور، أنا آسفة. وده كان خاتم غالي جدا. ده اللي خلاه يتمسك بيكي اكتر. هو بدأ يتمسك بيا وأنا ابتديت أبص له بشكل تاني. على فكرة يا ماهر، باباك قلبه دافي قوي. ده بره البيت بس. قصدك إيه؟ مش مهم مش مهم. المهم عملت ايه بعد ما وقعتيه؟ عرفته على إبراهيم زيدان، على إنه شريك أخويا الله يرحمه. الكلام ده كان امتى؟ من حوالي 6 شهور. واشتغل معاهم؟ حاولوا معاه بكل الطرق، لكن باباك كان صاحلهم قوي، وبكل ذوق وحزم رفض التعامل معاهم. باباك رغم انه عاطفي جدا، لكن في الشغل ما شاء الله واعي قوي. وبعد ما فشلوا معاه دوروا عليا انا، مش كده؟ صح، خصوصا بعد ما اختفى. لعبوا عليك انت عشان ياخدوك بعيد عنه، واستغلوا في ده صحفي اسمه فكري. ايوه، قال لهم انه صاحبك ويقدر يجرجرك ليهم. طب وانت ايه اللي قلبك عليهم كده وخلاكي تلعبي معايا دور المنقذ؟ باباك. ما كنتش اعرف انه في بني ادم بالصدق ده والرقه دي. احمد صحالي حاجات كانت ميته جوايا من زمان، لما فاجئني في يوم طلب انه يتجوزني.